السلام عليكم. انا جالي رساله على الماسنجر على غير العاده، وسبحان الله هو مش محتوايا، بس انا حبيت اوصل الرساله زي ما جات لي بالظبط. واحده لقيتها بعتلي بتقول لي يا احلام، انا مرات ابن الكبير وعندي 2 سلايفي لسه ما اتجوزوش. السلايفي دول توأم، وانا بما اني مرات الكبير وكلنا بناكل في العيله وكده وناس فلاحين ومش عارفه ايه، شايله البيت كله وشايله عمامي وشايله عماتي، وانا مبسوطه وفرحانه، وحماتي بتحبني وحمايا بيحبني، وعايشين في البيت مبسوطين ومتهنيين وفرحانين. جه سلايفي يتجوزوا، حضرنا الفرح وقمنا بالفرح واكل وشرب ومش عارفه ايه، وكان كل حاجه يا فلانه اعملي يا فلانه سوي، بما اني الكبيره، وكنت الحمد لله بفضل الله راضيه كل الناس اللي حواليا، وراضيه حماتي وراضيه جوزي، وكنت بعمل كل ده وانا مبسوطه، وما كنتش بحس بتعب ولا بحس ان انا تعبت من الشغل ولا اي شيء في الدنيا، عشان كنت بعمله من قلبي، وكنت بعمله وانا فرحانه ومبسوطه وسعيده. تمام لحد هنا تمام. بعد كده سليف الاتنين اتجوزوا وجابوا سلفاتي. بس قعدنا مثلا شهر 2 الدنيا تمام، بدأنا بقى ينزلوا العيله، بدأنا نقسم، بدأنا كل واحد يشتال. لما حماتي قعدت تقول لي يا فلانه ويا فلانه ويا فلانه، بدأوا يغيروا، واشمعنى هي، قالت لهم هي الكبيره، قالت لهم هي اللي عارفه كل حاجه عن البيت، هي بقالها سنين معانا، وهي طبعا ما جالهمش طقطان على حاجه زي دي، مع ان كلنا بنشتغل في البيت، وكلنا كنا بنعمل في البيت. لما هم كلموني بقى مره على مره بطريقه مش كويسه، وغاروا مني ان انا المسؤوله عن كل شيء في البيت، ومسؤوله عن مصروف البيت، ومسؤوله عن ده وده، وهم كانوا صغيرين مش كبار، وانا كبيره مش صغيره. بدأت بصراحة، يعني بدأت حماتي تتأثر بكلامهم، وخافت على خراب البيت، فكانت منحازة لهم، وطبعا أنا كنت في حالة ذهول، كان شيء ما مش متوقع خالص. المهم قلت لا، أنا مش هسمح بأي إهانة، ولا هسمح بأي حاجة تمس كرامتي، ولا تمس أي حاجة تخصني. المهم كانت حماتي دايما تشيلني فوق طاقتي، وتشيلني على كالعادة اللي أنا كنت بعمله زمان، هو اللي عايزاني أعمله، حتى لو هم موجودين معايا، مالكيش دعوه بيهم، ما تبصلهمش، سيبك منهم، ده ما يعرفوش يتعلموا. لا، ما كانش عندها استعداد. حسيت ان هي بدات تفرق ما بيننا، وبدات تفرق ما بيننا في المعامله. فانا بصراحه تعبت ونفسيتي تعبت. والمفروض هم، يعني هم حتى الاثنين مع بعض اصغر مني سنا، فالمفروض هم حتى يشتالوا زي ما انا اشتلتهم. لقيت ان المعامله اتغيرت، والدنيا اتغيرت، والحال اتبدل مليون في الميه. قلت لا، انا مش هقبل بحاجه زي دي. بدات ارد وبدات اتكلم وبدات اقول لا ما ينفعش. حماتي زعلت مني، وجوزي زعل مني، وقال لي ما انت كنت شايله لوحدك، ماشي، ما انا كنت لوحدي، انما ما اشتلكوش واشتلهم هم كمان. المهم زعلوا واتقمصوا، وازاي هي تقول كده، وازاي هي تعمل كده. قلت لهم لا، انا تعبت، وانا مش طالبه غير العدل، ومش طالبه غير ان كل حاجه تقسم ما بيننا. طبعا ما رضوش بحاجه زي دي، حماتي خصمتني وزعلت مني، وقسمت لي وطلعتني لوحدي. بس انا حاسه بالذنب. هل انا فعلا كده؟ بس والله انا كنت بعملهم بما يرضي الله، وربنا شاهد عليا. طيب، هل انا كده قصرت معاهم؟ لا يا حبيبتي، انت ما قصرتيش، ولا يا حبيبتي انت ما انتش مجبوره، ولا يا حبيبه قلبي، وفري صحتك وعافيتك لنفسك، ثم لاولادك ولجوزك، لان لا اولادك ولا جوزك ولا اي مخلوق هينفعك. وهي دي مشكلتها. ويا ريت تقولوا رايكم كمان في الكومنتات. بس وفري صحتك، وعاملوهم بما يرضي الله، بس وفري صحتك لنفسك اولا.